هي طيبة قلبي دي اللي مش هندلع حالي، هي طيبة قلبي دي اللي مش هندلع حالي. النهارده الجمعه، فالنهارده عملت لهم فطار مميز وحلو جدا وكمان خفيف وسهل وسريع. عملنا النهارده كان عندنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، شكلت منه سفره بسيطه، ومن ضمن المقبلات الحلوه عملنا سفره حلوه جدا. عملنا النهارده الكفته المشويه من غير ما تفك، وطعمها وريحتها حلوه جدا جدا. وكمان عملنا سلطه الطحينه اللي احنا عاملينها في البيت الحلوه دي. كمان عملنا الطاجن الحلو ده من الشعريه بالبسله والجزر واللحمه المفرومه، طعمه حلو جدا جدا. وعملنا كمان المقبلات الحلوه ديت، اصابع الجلاش اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض. وملكه السفره بتاعتنا النهارده صينيه المكرونه بالبشاميل الحلوه دي، عملناها النهارده برضو كده من ضمن الفطار، حلو جدا جدا. وعندنا هنا كده كانوا طالبين مني اعمل لهم كيك امبارح، فعملت لهم كيك. وعندنا هنا الجلاش كده بحشوه الكاسترد، وعملنا عصير التمر. وده كده الفطار النهارده. فالفطار بتاعنا صوما مقبولا وافطارا شهيا. كل سنه وانتم طيبين، دمتم في رعايه الله، واشوفكم في سفره جديده ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. كنت معاكم منال محبوب، ما تنسونيش في اللايك وكومنت حلو. اشوفكم على خير، مع السلامه.